الحلقة التانية من سلسلة احتراف الريلز. طبعا في الحلقة دي انت هتطلع متعلم ازاي تعمل شات انيميشن، وانا حرفيا اختصرت عليكم مدة الشرح علشان ما تعديش 7 دقايق. كل بس اللي انا عايزه منك ما تنساش تشترك وتعمل لايك، ولو في حد انت عايزه يستفاد من الفيديو ده يا ريت تبعتهوله. الفيديو دوت يعتبر سهل، اي حد ممكن يتعلمه وخفيف على اغلب الاجهزة. ويلا كفاية كده واسيبكم مع الشرح. طبعا زي بداية كل مرة هنبدأ نعمل نيو كومبوزيشن، وطبعا علشان هو هيتعرض على التليفون فيبقى الريزولوشن اكيد 1080 في 1920. ممكن تخليها بقى 60 فريم. طبعا انا بنصح في كل مره ان انت تخلي التايم لاين ما يقلش عن دقيقه عشان تاخد راحتك فيه، وبعد كده تدوس اوكي. بعد كده هنيجي هنا عند النيو وهنعمل سوليد، طبعا نخليه هنا لونه اسود، دوس اوكي، ونيجي نسميه هنا باك جراوند. بعد كده هنبدا بقى نظبط الخلفيه. هنيجي هنا عند الريكتانجل نحاول نجيب الاليبس تول، ممكن تدوس حرف الكيو عشان تطلعها. بعد كده هتدوس شيفت وهتدوس بكليك شمال وتعمل الدايره بالمنظر ده. طبعا سنتر انكر بوينت ونسنترها في النص، هتعلم عليها تدوس شيفت وتطلع لفوق. بعد كده هنبدا طبعا نغير في الفيل، هنخلي سوليد، تدوس اوكي. بعد كده اتاكد ان انت شايل الستروك، وطبعا انا هبدا احط اللوجو بتاعي. طبعا انت لما تيجي تعمل زيي تبقى انت تحط بقى اللوجو بتاعك وتكمل شغلك عادي. هتيجي بقى طبعا سنتر انكر بوينت تسنتره في النص، تدوس شيفت تطلعه لفوق. بعد كده تبدا تصغره شويه بحيث يكون على مقاس الاليبس. بعد كده هتيجي عند اللوجو وهتعمل له ماسك على الشيب، هتلاقيه اخد شكل الدايره. بعد كده هتيجي عند الشيب وتعمل له دوبليكيت، بعد كده تطلعه فوق. بعد كده هتيجي بقى هنا عند الفيل هتشيله، تدوس اوكي. بعد كده هتيجي عند الستروك تعليه شويه بالمنظر ده. بعد كده تغير اللون تخليه ابيض. بعد كده بعد ما خلصت شكل اللوجو ننقل بقى على التكست، هتدوس كنترول تي او تطلع هنا تجيب التكست، وطبعا انا هكتب اسم صفحتي. طبعا نعلم عليه نغير اللون بتاعه الابيض، ونيجي عند الفونت نخليه مثلا سيمبل بالمنظر ده. بعد كده هنيجي عند السايز ونقلله شويه، هنعلم عليه بقى من سنتر انكر بوينت ونحطه بالشكل ده. هنيجي بقى نعمل دوبليكيت وننزله تحت. بعد كده كتبت هنا اسم الصفحه الاساسي، وبعد كده هنغير الفونت بتاعه ونبدا نصغره شويه. هنيجي بقى عند اللون ونخليه رمادي اكتر، هندوس اوكي. وهنيجي بعد كده عند التكست نعمل له دوبليكيت كنترول دي وننزله تحت، وهنا هنكتب البايو بالشكل ده. وطبعا بعد ما ظبطناه هنيجي بقى عند البن تول، ممكن تدوس حرف الجي او تجيبه من هنا فوق. هتدوس هنا كليك شمال، بعد كده تروح الناحيه التانية وتدوس شيفت وكليك شمال كده عشان يطلع معاك مستوي بالمنظر ده. بعد كده هتيجي عند اللاين ممكن تسميه، وبعد كده هتسنتر انكر بوينت. بعد كده تغير لونه تخليه رمادي اكتر، تدوس اوكي. وبعد كده بعد ما خلصنا الواجهه الاساسيه هننقل بعد كده على شكل الشات. هنيجي عند الريكتانجل نرسم هنا مستطيل بالمنظر ده. بعد كده هنشيل هنا الستروك، تدوس اوكي. بعد كده هتيجي عند الفيل تديها لون رمادي نفس الكلام، او انك ممكن برضو تيجي هنا تاخد اللون من اللاين، تدوس اوكي. هتنزل بقى عند الكونتنت والريكتانجل ريكتانجل باث. بعد كده هتعلي الراوندنس حاجه بسيطه بالشكل ده. بعد كده هتقرب عليها شويه، هتسنتر انكر بوينت، وهتيجي بقى عند البن تول وهتبدا بقى تضيف عليه شيب زياده. تيجي هنا وتنزل بالمنظر ده، تعلم هنا وتسحب شويه بالشكل ده. بعد كده انت لو عايز بقى تكبره او تصغره براحتك تعلم على الشيب هنا بس، تيجي عند السكيل وتكبره براحتك، مثلا نخليه بالشكل ده. بعد كده هنعمل له دوبليكيت نودي الناحيه التانية هنا تحت. هتيجي عند اللاير تدوس كليك يمين، بعد كده تروح عند الترانسفورم، بعد كده تنزل تروح عند فريب هوريزونتال هتلاقيه وديهولك الناحيه التانية. هتيجي بقى عند الفيل تغير اللون للون ازرق فاتح شويه بالشكل ده. بعد كده هنيجي بقى ايه نكتب التكست. احنا ممكن طبعا عشان نختصر على نفسنا الوقت ممكن نيجي هنا نعملها دوبليكيت نطلعها فوق ننزلها تحت هنا، نصغر الخط شويه ونغير اللون بتاعها نرجعها الابيض. وبعد كده هنغير الكلام على انها محادثه كده بسيطه ما بين كلاينت واديتور. طبعا هنقرب المسافه ما بينهم بالشكل ده، نصغر شويه. بعد كده انت ممكن تيجي عند الباراجراف هنا تخليه الكتابه كلها تبدا من الشمال بالمنظر ده، سنتر انكر بوينت وتوديها هنا. بعد كده متنساش انت ترتب اللاير بتاعتها، تعمل لها دوبليكيت تطلعها فوق وتوديها بقى الناحيه التانية هناك. بعد كده تكمل بقى المحادثه بتاعتها بالشكل ده. طبعا ممكن بقى نكبر الفونت شويه وتسنترها بالشكل ده، سنتر انكر بوينت. ونبدا بقى نروح للخطوه اللي بعدها، ان احنا بقى هنيجي نبدا نعمل انيميشن للشات. هتيجي هنا عند النيو وتعمل نول اوبجكت، هتسميه هنا موفمنت واحد. طبعا الموفمنت الاولاني انت هتربطه باول رساله. هتيجي هنا عند الشيب والتكست وتربطها. طبعا بعد ما عملنا نول اوبجكت هنيجي بقى نوديها عندهم. هتفتح الترانسفورم وهتظبط الانكر بوينت، هتخلي طبعا الانكر بوينت هنا والنول اوبجكت يبقى مكانه بالمنظر ده. بعد كده نبدا نربط التكست والشيب بالنول اوبجكت. بعد كده بعد ما ربطناه هنيجي عند السكيل نعمل كي فريم
نوديها قدام بالشكل ده. بعد كده نخليها 0، نعمل ايزي ايز، نخش على الجراف اديتور ونرجعها لورا بالمنظر ده. بعد كده طبعا لو انت عايز تسرعها ممكن تقرب شويه كي فريم وهتطلع معاك بالمنظر ده. طبعا هننقل الكلام ده الناحيه التانيه، نعمل نفس الكلام، نول اوبجكت جديده، نغير الاسم بتاعتها. بعد كده ننزلها تحت ونغير مكان الانكر بوينت، طبعا تسنترها في الحته دي. بعد كده هتربط نفس الكلام التكست والشيب بالموفمنت 2 وتعمل نفس الكي فريم. هتيجي عند السكيل تعمل كي فريم هنا تبعدها شويه، بعد كده تخليها 0، تعمل ايزي ايز جراف اديتور وترجعها لورا. وبعد كده بعد ما خلصنا الانيميشن للشات هيدخل بعد كده على الكاميرا. طبعا اول حاجه هنعملها اللي احنا نخلي كل اللايرز 3D ما عدا اخر لاير اللي هو الباك جراوند. بعد كده هنيجي عند النيو ونضيف كاميرا وتبقى بنفس الاعدادات دي، تدوس اوكي، ممكن نسميها كام 1. وبعد كده هنبدا بقى نجزأ الكاميرا على كذا لقطه هشرح لكم دلوقتي. طبعا في اللقطه الاولى هتبقى الكاميرا نازله من فوق لتحت على اساس ان هي توريك واجهه المستخدم للشات، فاحنا ممكن ننقل الانيميشن بتاع الشات قدام شويه، بعد كده نبقى نرجع له تاني ونظبطها. هنيجي هنا عند الكاميرا نفتح الترانسفورم بالمنظر ده، بعد كده هنخليها تبدا من فوق، هنعمل زوم كده لقدام، بعد كده نظبط الزاويه ونخليها تطلع لفوق بالمنظر ده. ممكن تدوس شيفت عشان تسرع الموضوع. هتعمل هنا كي فريم ونطلع بقى قدام شويه وننزلها لتحت بالمنظر ده، تعمل ايزي ايز، تيجي عند الجراف اديتور ترجعها لورا. وده شكل اللقطه الاولى. بعد كده هنيجي عند اخر الكي فريم ندوس كنترول شيفت ودي عشان نقصها، هتلاقي ظهرت عندك كام 2، هتخش على الترانسفورم هتشيل الكي فريم، بعد كده هتدوس على ريسيت هتلاقيه ظبط لك كل حاجه زي الاول. بعد كده هننقل الكاميرا على التكست الاولانيه، بعد ما ظبطنا على اول تكست هنعمل الكي فريم على البوينت اوف انترست والبوزيشن. بعد كده هنطلع ثانيه وشويه كده قدام ونغير الزاويه بتاعتها بالشكل ده. هتيجي عند الكي فريم تعمل ايزي ايز وتخش على الجراف اديتور وترجعها لورا. وده طبعا شكل اللقطه الثانيه. واللقطه الثالثه هتبقى نفس الكلام، ممكن تطلع شويه كده وتعمل على الكاميرا كنترول شيفت دي وهتطلع لك الكاميرا الثالثه، تخش على الترانسفورم وتعمل لها ريسيت وتشيل الكي فريم. بعد كده تبدا تعمل كي فريم جديده هتقرب قدام بالشكل ده، بعد كده تنزلها تحت وتروح عند مكان التكست. بعد كده بعد ما ظبطت مكانها هتعلم على الكي فريم تعمل ايزي ايز وتخش على الجراف اديتور، بعد كده تعلم عليه وترجعه لورا. بعد كده هيظهر معاك بالشكل ده. وطبعا كالمعتاد قبل ما تقفل وتروح تعمل له اكسبورت ما تنساش تعمل لهم كلهم موشن بلور بالشكل ده. يلا اسيبكم تشوفوا النتيجه النهائيه ليه. وبما انك وصلت لهنا فانا عايز اقول لك ان في الوقت اللي بتتفرج عليه ده في كميه افكار بحاول الخصها عشان اشرحها، ومنهم افكار كانت في التعليقات من الفيديوهات اللي فاتت، فان شاء الله السلسله هتكبر وينزل عليها افكار احسن واحسن. ويلا اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.